ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ زي ما انت شايف بوتباندا اعلن سعر الادراك بتاعه، وبوت تون ستيشن نزل بالمعايير بتاعه الايردروب بتاعته، وناس كتير جدا عندها اسئله بالنسبه لبوتباندا وبوت تون ستيشن. فده النهارده طلع وضح كل الشروط دي، وازاي تتاهل صح عشان ما تروحش عليك عملاتك، وازاي تجهز محفظتك بالنسبه لبوتباندا، وازاي تتاهل صح بالنسبه لتون ستيشن عشان في حاجات كتير جدا ممكن تضيع عليك الايردروب. وطبعا انا طالع بالفيديو بتاع النهارده عشان ناس كتير جدا في قناه التليجرام بتاعتنا كانت عايزه الفيديو ده، فتاكد ان انت منضم في قناه التليجرام عشان اصلا بينزل عليها كل الاخبار قبل اليوتيوب كمان. ده غير طبعا جروب الشات اللي انا بكون متواجد فيه شخصيا اذا كنت انا او الادمن بنرد فيه عن كل الاسئله. واكيد طبعا اللايك والسبسكرايب هنا بتاعك في اليوتيوب عشان هو اللي بيدعمني في صناعه المحتوى، بيخليه يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. وده ان شاء الله هنتكلم عن اخر التحديثات بالنسبه للبوتات. خلينا نبدا باول حاجه ببوت باندا. لو رحت للصفحه الرسميه بتاعتهم على التليجرام، اخر منشور منزلوه زي ما انت شايف المنشور ده، اول 5 سطور بيشكر فيهم من اللاعبين اللي استخدموا البوت، وقال لك خلاص ان البوت انتهى وان الايردروب بتاعه خلاص هيبدا ينزل. والغريب بقى ان السطرين اللي تحتهم ان هو اعلن سعر الادراك بتاعه، ولو ضغطت على الخربشه دي هيطلع لك ان هو سعر الادراك بتاعه 0.05. وده طبعا رقم كبير جدا بالنسبه للعملات اللي معانا. يعني لو واحد معاه بس 50,000 عمله، وطبعا الناس انا شايفها معاها بال 200,000 و 300,000، فلنفترض سي مثلا 50,000 عمله، يعني كسب $250. فالبوت ده فعلا لو صادق ان العملات اللي معانا هي العملات اللي هنتحاسب عليها، مفيش مثلا حرق اصفار او مثلا عامل اعاده صياغه للعملات دي، فالبوت ده هيبقى حرفيا اقوى بوت نزل في التليجرام لحد النهارده، وهيبقى بوت الاقوى سعرا حرفيا. فطبعا اكيد نتمنى انها فعلا تنزل بالسعر ده، او ممكن نقول نتمنى ان احنا ناخد العملات اللي معانا بالسعر ده. وقال لك في السطرين اللي تحتهم قريبا هتبدا تعرف تحول للعملات دي للمنصات بتاعتهم، وايوه للمنصات بتاعتهم. كان السطر اللي بعده كاتب لك ابوت نيلسكي اكستشينج، ودي المنصه بتاعتهم اللي هم قالوا ان العمله هتندرج عليها. انا بصراحه ما كنتش اعرف المنصه دي، فاكيد هم لسه فاتحينها. خليني الاول اكمل بقيه الشروط وبعدين نروح نشوف المنصه. هنا قال لك ان المنصه دي منصه موثوقه جدا، وبيقول لك برضه خد لك بص على التقييمات بتاعتها في بلاي ستور. وقال لك برضه باينانس ذات نفسها حاطه فيها اراء للمنصه دي، وقال لك ان عمله باندا هتتوفر فيها قريبا. وهنا قال لك اي مشكله معاك ما تقلقش، هتتحل قبل الدرجه ان شاء الله. يعني قال لك ان سي تايد، يعني انتظر اخر التحديثات بتاعتنا. قال لك وي كامينج بيج، ان هم بيحضروا لحاجه كبيره يعني. خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف المنصه بتاعتهم. معلش ممكن يكون الفيديو بتاع النهارده دسم وكبير شويه، لكن ان شاء الله يكون فيديو ممتع جدا يعني ليكم. ده شكل التطبيق بتاعهم على بلاي ستور، اسمه نيلسكي. ولو نزلت تحت كده هتلاقي اصلا الناس اللي معلقه لهم يعني اول واحد كاتب لهم مجبور من بوت باندا اعمل تقييم 5 نجوم عشان احصل على عملاتك. انا ما اعرفش بصراحه الموضوع ده ايه اللي انت تعمل 5 نجوم عشان تحصل على عملاتك، ما سمعتش عنه صراحه. فتقريبا كل اللي محملهم عشان باندا يعني، والتعليقات كلها نزل يوم 11/11. فانت هتنزل التطبيق زي ما انت شايف كده، وهتدوس على كلمه اوبن. انت كل اللي هتعمله اعمل لك حساب وجهزه وروح وثقه. طبعا انت اول ما بتعمل حساب مش بيظهر معاك بالمنظر ده، لا بيظهر معاك انك تدخل ايميلك والباسورد وتعيد الباسورد. انك تعمل حساب على الموقع ده اسهل مما تتخيل يعني. انت بس زياده امان بعد ما تفتحه بتدوس على كلمه KYC دي، والتانيه دي انت بتعملها هي زياده امان مش اكتر. طبعا لسه ما عملتهاش عشان انا مصور من اللابتوب، فانت بتدوس على كلمه فيريفاي ناو وبتصور سيلفي وبترفع الاي دي بتاعك، فتاكد ان انت موثق التانيه دي يعني. زي ما انت شايف بعد بتضغط عليها بيقول لك اختار دولتك، مختار انت عايز ترفع باسبور او البطاقه بتاعتك او الرخصه، اختار المتاح ليك في بلدك يعني، وبترفعها وش وظهر وبتستنى بقى. وبعد الخطوه دي غالبا هيطلب سيلفي، طبعا لسه ما عملتهاش، بعد ما اخلص الفيديو هعملها ان شاء الله. فدي المنصه شكلها هادي وبسيط جدا، نجد تحسها برضه ضعيفه شويه ممكن عشان لسه في بدايتها يعني، لكن زي ما انتم عارفين اللي باندا تندرج عليها. فبرضه رابط المنصه لو عرفت اسيبه تحت في الديسكربشن هسيبه، ولو ما عرفتش هتخش جوجل بلاي هتكتبوا نيلسكي هتلاقي لكم اول واحده يعني. وبس كده، ده بالنسبه لبوت باندا. خليك عارف ان اخر التحديثات هتلاقيها في قناه التليجرام اللي انت برضه هتلاقي الرابط بتاعها تحت في الديسكربشن، فلازم تتاكد ان انت منضم فيها. فخلينا تاني حاجه نخش على بوت تون ستيشن. اول ما تفتح البوت بيقول لك ان لسه يومين على انتهاء التعدين. طبعا زي ما انت شايف كده تروح على خانه الايردروب اللي تحت على اليمين دي، هظهر لك هنا معايير الايردروب كلها تمام. لكن احنا برضه هنقرا كل الحاجات اللي تحت دي عشان ممكن برضه ما يكونش حد يقراها ويقع في مشكله ويقول مثلا انا ليه عملاتي ما وصلتنيش، ويقعد يقول بقى البوت نصب والكلام ده. فخلينا برضه نقول المعايير الاوليه الاول، بعد كده نروح للمعايير الثانيه اللي هي اصلا اهم من الاوليه. زي ما انت شايف كده مكتوب كالكوليتنج ايردروب، وكاتب لك بعد 12 يوم. فغالبا العملات اللي فوق اللي معاك دي مالهاش اي لازمه، وهيبقى في حسبه معينه وهيتم لك العملات اللي هتبقى وقت الاضراب. فلان اصلا سعر العمله المتوقع اعتقد هيكون نص دولار لدولار، ده السعر المتوقع يعني. عشان كده ما اعتقدش ان هم اديك عملاتك اللي فوق دي يعني. فايا كان العملات اللي فوق دي مش هتبقى العملات وقت الايردروب. حبيت برضه انوه على الحته دي يعني. زي ما انت شايف كده كاتب لك ايردروب بشيك ليست. قال لك ان اول حاجه هتربط محفظه التون بتاعتك، طبعا سهل جدا تربط بتليجرام بيدجت واليت تون جيبر اي حاجه. تاني حاجه كاتب لك باي مي كوفي، بيقول لك اشتري القهوه ودي ثمنها نص تون. فهل ده معناه خلاص ان البوت محتاج رسوم؟ يا صديقي هو محتاج رسوم بنسبه 100% عشان تاهل الايردروب. لو ما دفعتهاش اقول لك ايه اللي هيحصل لك بس شويه كده. وبعد كده بيقول لك انضم لقناه التليجرام بتاعتنا سهل جدا. ورابع حاجه بيقول لك عامل لنا بوست على موقع اكس او تويتر يعني، ولازم تعمله يعني.
يعني ما تقولش بس هتخش وتخرج، لا لازم تعمله، لان انت اصلا بعد ما تضغط عليها بيقول لك حط الرابط البوست بتاعك، فلو عملته ومسحته او ما عملتوش اصلا برضه هيكون عليك في خطر كبير جدا. فانت اعمله كبر دماغك، يعني معلش مش هتكون دافع نص طول مش عايز تعمل المهمات اللي بعد كده او تعملها فيك، لا خليها كلها ريل او حقيقي 100%. خلينا بقى ننزل نقرا كل الكلام اللي تحت اللي هيقول لك ازاي تستلم معلوماتك بنسبه 100% وازاي ما تقعش في اي مشكله. اول سؤال بيقول لك لو انت ما عملتش كل المهمات ايه اللي هيحصل لك؟ كاتب لك هنا you will not receive the airdrop of the following soon، يعني انت اصلا مش هتستلم عملاتك. وقال لك your balance will be burned، يعني عملاتك دي كلها هتتحرق. وقال لك عشان تشارك في الايردروب لازم تكون مخلص كل المهمات اللي في الشيك ليست، طبعا اللي هي المهمات دي يعني. وصح بالمره عشان برضو حته برضو نسيت اقولها، وحته برضو مفيش حد يتكلم عنها كتير، الجيستس اللي تحت على الشرير دي برضو لازم تخلص فيها كل المهمات. طبعا لسه مش مخلص، طبعا مخلص مهمات كتير جدا، بس طبعا في مهمات سهله لسه ما خلصتهاش يعني، فانا برضو هحاول ان شاء الله اعملها بعد الفيديو. فدي برضو اعملها زياده تاكيد او زياده امان، لان تقريبا بنسبه كبيره جدا بالكلام اللي هم كاتبينه اللي هيبقى برضو عليها نسبه من الايردروب، نسبه يعني مالهاش علاقه بالتقليل خالص، بس هيبقى عليها نسبه يعني. فبرضه بس تخلص المهمات اللي في الجيستس دي يعني، او اكبر عدد من المهمات يعني. فخلاصه المسج الاولى هنا بتقول لك انك لما خلصتش المهمات بتاعت الايردروب شيك ليست دي ان عملاتك خلاص هتتحرق، لازم تتاكد ان انت مخلصها. تاني حاجه بتقول لك هتعمل ايه عشان تاخد 100% من عملاتك؟ قال لك لازم تكمل كل المهمات اللي في الجيستس، فغالبا هو قصده الايردروب شيك ليست او قصده الجيستس دي يعني. طبعا الاثنين سهلين جدا، فانت كده كده اصلا الاثنين لازم تعملهم اذا كان الايردروب شيك ليست او الجيستس اللي تحت على الشمال دي يعني. وتاني حاجه بتقول لك لازم تكون نشرت البوست بتاعك على الموقع اكس، وطبعا لازم تكون حاطط الرابط بتاعك، وانت اصلا تيجي تعمل المهمه الاخيره اصلا هيخليك تحط الرابط بتاع البوست بتاعك، عشان لو طلعت مش عامله هيقلل نسبتك في الايردروب لكن مش هيحرقها. تالت حاجه بيقول لك ان انت ما تكونش غشيت. رابع حاجه بيقول لك لازم تكون ربطت المحفظه بتاعتك. وخامس حاجه بيقول لك انك لازم تكون عملت تسجيل دخول بنسبه 14 يوم من اول يوم 1 سبتمبر. طيب يا اجل انا دلوقتي عملت ال 14 يوم لكن مش من يوم 1 سبتمبر، هل ده ياثر عليا بحاجه؟ هو ده هيقلل نسبتك شويه في الايردروب لكن مش هياثر عليك بحاجه اطلاقا يعني، عشان يعني ما حدش يخاف يقول خلاص انا مش هدفع نص تون عشان عملتي هتروح عليا، لا هو هيقلل نسبتك شويه لكن عملاتك مش هتروح عليك. اللي هيخلي عملاتك تروح عليك هم الاربع مهمات اللي فوق دول اللي هم ما عملتهمش عملاتك هتروح عليك. الحاجات التانيه دي حاجات فرعيه بقى. تالت حاجه بيقول لك ايه اخر ميعاد اللي انا اقدر اعمل فيه المهمات دي؟ انا كاتب لك ان اخر ميعاد هيكون يوم 25/11 وبعد كده مش هتقدر تعمل المهمات دي يعني. فانت لازم تتاكد ان انت دافع نص تون منضم في قناتهم وربطت محفظه التون بتاعتك ونشرت على موقع اكس قبل يوم 25 عشان تعرف تاخد عملاتك. خليني بقى اشرح رابع حاجه وخامس حاجه على السريع عشان هم مكملين بعض. انك دلوقتي لو ربطت حسابك لازم اعيد ربطه ولا لا، وهل التعدد صح ولا غلط. اول حاجه قال لك انت لو عندك مشكله ما فيش مشكله ان انت ممكن تعمل اعاده ربط يعني، ما فيش اي مشكله يعني. قال لك في حاله مثلا انت عندك مشاكل ماشي اعمل اعاده ربط ما فيش اي مشكله يعني، لكن قال لك ان لازم تكون عامل ربط من المحفظه اساسا ما اتربطتش قبل كده بتون ستيشن، ما تكونش برضه اتربطت قبل كده في بوت تون ستيشن مثلا في تعدد مثلا، عشان في الخانه الثانيه كاتب لك لو عامل تعدد قال لك عملتك هتوصلك على الحساب الاولاني القوي الموست ريسنت اللي هو الاكثر استخداما يعني، والحساب الثاني عملتك هتتحرق فيه يعني، حتى لو دفعت نص تون هتتحرق فيه. فتاكد ان انت مش عامل تعدد، ولو عامل تعدد انصحك ما تدفعش النص تون في الحساب الثاني. وانا برضه في جروب التليجرام بتاعتنا عشان الحته دي برضه نسيت اقولها هنزل برضه الحته دي يعني. فتاكد ان انت رابط محفظه التون بتاعتك ودافع الرسوم ومش عامل تعدد، تقدر تغيرها في اي وقت لكن ممنوع التعدد. قال لك وان اكونت اونلي، بقول لك ان حسابك الثاني عملتك فيه كلها تتحرق فما تجازفش فيه وتدفع نص تون. السؤال اللي بعده بيقول لك العملات توصل فين وهنسحبها ازاي وكده يعني. فالبوت رد عليك وقال لك خيارات السحب هتفتح بس مش دلوقتي. بيقول لك قال افيلبل وذ اوبشن ويل بي ديسبلاي اون ذا سيم بيج، يعني هتفتح في الصفحه دي لكن مش دلوقتي يعني. فاعتقد بعد ال 12 يوم طرق السحب هتفتح ويعلنوا بعض المنصات اللي هيندرج عليها، واولهم تقريبا بيدجت، ده بيدجت اساسا متعاقده مع البوت. فمن اخر العملات مش هتتسحب على محفظه الوالد بتاعتك او المحفظه اللي هي مركزيه يعني. فان شاء الله بعد ال 12 يوم اتاكد ان انت متابع قناه التليجرام عشان اقول لك ازاي تسحب خطوه بخطوه، ولو في مشكله هطلع برضه اعمل فيديو مفيش اي مشكله يعني. والسؤال اللي بعده بيقول لك انت امتى تسحب عملات السون بتاعتك؟ ان العمله بتاعت تون ستيشن هيبقى اسمها زون. قال لك من اول يوم 25/11 هتبدا تكون مؤهل انك تسحب عملاتك على المنصات اللي هم هينزلوا عنها. واخر سؤال بيقول لك ايه اللي ممكن اعمله بحيث تاهل الايردروب صح يعني واستلم عملاتي لحد يوم 12. فالبوت رد عليك قال لك اتاكد انت مخلص كل المهمات في الجستس. فاعرف ان كلمه جستس دي انا عايده على الجستس اللي هي تحت دي على الشمال دي، وعايده على طبعا على المهمات اللي فوق دي يعني. فعشان مثلا ما تفتكرش انها حاجه واحده، لا هم الحاجتين دول. وقال لك ان شاء الله هيبقى في سيزون تاني فخليك متفاعل على بوت تون ستيشن. كده خلاص كل الشروط خلصت، واعتقد ان البوت ده او سعر عملته هيكون قوي وهيرضي كل الناس ان السيزون التاني بتاعه هيكون سيزون قوي جدا. فتاكد ان شاء الله البوت ده يكون كويس جدا ويرضينا كلنا يعني. طبعا اي تحديثات بالنسبه للبوت ده هتلاقيها في القناه بتاعت التليجرام بتاعتنا، فتاكد ان انت منضم فيها عشان كل الاخبار بتاعت البوت ده او بوت باندا بتنزل هناك. طبعا هتلاقي لينك القناه وبرده لينك قناه الشات اللي انا بكون متواجد فيه شخصيا وبرده فيه على الناس وبرده تحت في الديسكربشن. فلو عندك اي مشكله في البوتين دول او اي بوت تعالى نورني هناك. وبس كده اشوفكم على خير الفيديو القادم.